السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد لبوس. هنتكلم عن لبوس ريكتوبلوكسيل. ده اللبوس ده حلو جدا للاطفال، بالذات الاطفال اللي بتعاني. هو ده اساسا للكحة، بالذات الكحة الجافة او الكحة المصاحبة ببلغم. ده بيتاخد من اول عمر سنتين، اقل من كده لا، من سنتين لحد 12 سنة. حلو جدا 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 للاطفال اللي بتعاني من الكحة. في اطفال كتير جدا بنفضل نديهم في مهدي للسعال والحاجات دي كلها، بس بياخد الدواء من هنا بيبتدي يكح فيرجع. اللبوس ده حلو جدا، ريكتوبلوكسيل ده حلو قوي قوي قوي، وسعره مش غالي، تقريبا 8 جنيه. العلبة كلها فيها شريطين. ده بيتاخد من عمر سنتين، من عمر سنتين لحد 6 سنين. دول بياخدوا 2 في اليوم، كل 12 ساعة، يعني البوستين في اليوم. من عمر بقى 6 سنين لحد 10 سنين، دول بياخدوا 3 لبوسات في اليوم، كل 8 ساعات. طبعا هنروح للفيديو العملي دلوقتي، بس حبيت اتكلم عنه الاول قبل ما اروح للفيديو العملي. بيهدي السعال بطريقه جباره، بالذات الكحه الناشفه واللي فيها بلغم. فلو الطفل بيكح عندك كتير، متحاوليش تديله دواء، لانه هيكح فهيرجعه تاني اوريدي، يعني مش هيستفاد بيه بحاجه. جربي اللبوس ده، حلو قوي قوي قوي. طبعا اللبوس احنا قلنا 100 مرة بندي اللبوس ازاي. طبعا ده بقى من عمر سنتين لحد 6 سنين، يعني الطفل هيكون كبير شوية، فهتبتدي ان انتي تتكلمي معاه وتقولي له لازم تاخد اللبوس عشان ما تتعبش وتاخد حقنة. تمام. هتعملي ايه؟ هتكوني غاسله ايدك حلو جدا بالميه والصابون، ادي حاجه. تاني حاجه، هتكوني حاطه اللبوس بتاعك في الفريزر. هنروح للفيديو العملي دلوقتي، بس هقول لكم الاول هنعمل ايه. تكوني حاطه اللبوس بتاعك في الفريزر او في التلاجة، عشان خاطر يكون جامد ما يتكسرش ويقلم الطفل وهو بيدخل. هتبتدي تطهري مكان او تنضفي مكان فتحه الشرج عند الطفل بقطنه فيها ميه دافيه. هتمسحي فتحه الشرج نازله واحده، ما ترجعيش بيها تاني. دي حاجة. الحاجة التانية، هتبتدي ان انتي بعد ما نضفتي فتحة الشرج، هتكوني انتي بقى حاطة في اللبوسة بتاعتك على حرف اللبوسة من فوق نقطة مية، نقطة جيلي كواي، نقطة زيت صغيرة جدا، عشان تزق اللبوسة معاكي تدخل بسهولة. طبعا لو هتحطي نقطة زيت ما عندكيش اي حاجة تاني، حطي نقطة صغيرة عشان اللبوسة ما ترجعش تاني. ما عندكيش وخايفة اللبوسة ترجع تاني، حطي نقطة مية على حرف اللبوسة من فوق. هنروح للفيديو العملي، بس قبل ما نروح للفيديو العملي اعملوا لايك على الفيديو ده، سبسكرايب للقناه، وفعلوا الجرس عشان الفيديو ده يوصل كتير جدا، عشان فيه ما بيعرفوش اللبوسه. الطفل بيفضل يفرك، ما بيعرفوش الوضع الصح. يلا بينا بقى نروح للفيديو العملي. هيكون الطفل نايم على جنبه، او حطه على رجلك زي الفيديوهات اللي انا بنزلها. تمام كده. طبعا باين الفيديو هو ده جدا، انا جايبه لكم من قناه تانية عشان خاطر تشوفوه كويس. هنبتدي ان احنا نفتح كده ونحط اللبوسه بالراحه، ونقفل مكان الاليا لمده دقيقه.